الموبايل الجديد وصل من اونر حديث الساعة وكل الناس مبهورة بيه، مع مواصفات فلاج شيب كيلر حسب كلام المراجعين. هنشوف كلامهم ده صح ولا مجاملة، وهنشوف كاميرات بتطلع صور محترمة جدا والعزل اللي فيه تفاصيل كتيرة قوي هتعجبكم، وهل هو فعلا ملك البورتري زي كلام المراجعات ولا مجاملة برضه، مع شوية عيوب هتضايقك ما ينفعش تطلع من موبايل في سعره. تعالوا نعرف النهاردة كل حاجة عن الاونر 200 برو. معاكم طارق مردي ويلا نبتدي. انت معاك موبايل متكامل سريع وسلس مع مميزات كتيره في السوفت وير، تعرفهم في جزء نظام التشغيل وتردد سريع 120 هرتز ومتكيف، مع بروسيسور سناب دراجون 8 اس جين 3 مع معالج الرسوميات الادرينو 735. هيديك تجربه متكامله لكن هتضايقك في الالعاب شويه عشان اكون صريح معاك، فتعالوا نشوف. على بابجي سجل 90 فريم، مش عارف ليه، ما الجي تي 6 بنفس البروسيسور ونازل ب 120 فريم. حد يفهمني ايه الاختلاف بين ده وبين ده؟ سيبك من ده خالص، لو فكرت تلعب على 90 فريم هيسخن منك جامد، حتى لو شايل الجراب بيوصل حوالي 45 درجه وده كتير. انت مجبر تشتري مروحه تبريد، ومش عشان الحراره بس، لا لا نهائي. المشكله الاكبر لما الحراره بتزيد بيقلل عدد الفريمات من نفسه، بينزل من 90 ل 60 فريم لحد ما الموبايل يهدى، بعد كده بيرجع تاني. ولو ظبط الموبايل على سطوع عالي هينزل للسطوع التلقائي من نفسه. كل ده في حاله الحراره لما تعلى، لكن في الطبيعي بيشتغل عادي. سمعت من احد المراجعين انه بيسخن بسرعه، لسه بتسمي لا ربع ساعه او نص ساعه لعب بيسخن جامد، استهلاك البطاريه بيزيد، وده صراحه مش طبيعي. اتمنى تكون مشكله بسيطه وتتحل بابديت جديد ينزل. وقبل ما تتضايق وتقفل الفيديو استنى نشوف الشاشه، اكيد فيها حاجه تفرحك. لو قارنتها بشاشة ال100 برو مش هتلاقي اختلاف غير في السطوع بس، واكيد انت مش مصدقني، ركز معايا. الشاشتين زي بعض، اوليد مقاس 6 و78 انش داعمين لمليار لون، و اتش دي ار 10 بلس والجودة المعتادة ال1.5 كي. ما قلتش اي حاجة مختلفة، الجديد بس في السطوع، بدل ما كان 2600 في ال100 برو بقى 4000 شمعة بس، مفيش حاجة تانية اتضافت. وللعلم هم حلوين جدا، مش بقلل منهم نهائي، بس مفيش حاجة جديدة اتعملت غير حاجة واحدة بس لسه قايلها من شوية، لو ركزت هتقولها في الكومنتات. وكفاية كده، ويلا نشوف التصميم بيقول ايه. الظهر ازاز مع رسمه شبه موج البحر، بحب الرسومات دي خصوصا مع اللون الازرق المخضر. اونر بقى لازم تزعلك، فنزلوا بفريم بلاستيك، مش هنفرحك في كل حاجه، لازم تزعل شويه، وسعر مش بسيط هتعرفوه كمان شويه. كمان الوزن زاد من 195 جرام ل 199 جرام، ممكن ده من البطاريه الاكبر شويه. وعايز اقولك ان الوزن مش خفيف، لو بتستخدمه كتير هيتعبك شويه. قالك مش هنفضل كتير من غير تطوير، الناس هتاكل وشنا، فعملوا نفس تصميم الكاميرات مع تعديلات بسيطه جدا. هتلاقي تعديلات في الحواف ونفس الثلاث كاميرات بالظبط، بس قالوا مش هينفع نسيب الكاميرات زي ما هي بنفس شكلها، فقالك هنغير في اماكنهم. تلاقي كاميرا بقت فوق تحت يمين شمال عشان ما يقولوش مفيش تطوير، عملنا لك التطوير اهو. وقاموا ساحبين نفس الخط من الظهر لتحت، بس تقريبا الفرشه مالت سنه منهم، فسابوا لك حته بسيطه من الجنب. مع دعم خاصيه الريموت الاي ار بلاستر، وشريحتين من نوع نانو داعمين ال 5G، وجوده الاتصال والمكالمات فيهم حلوه. في ورود طبعا واي فاي 6 بلوتوث 5 و3، ودعم بشكل كامل NFC، بس اعتقد السوفت وير هيكون اجمد. معاك سوفت وير سلس وسريع جدا بدون غلطه، مع مميزات كتير اهمهم شبيهه الدايناميك ايلاند زي الايفون، سريع وشغال كويس بدون اي مشاكل، وبيظهر لك لو ظابط وقت او اغنيه او يوتيوب، جميل جدا. كمان تقدر تنسخ اي كلام في اي موقع وتنقله من الجنب لاي تطبيق عندك زي النوتس مثلا. كل الجمال ده حصل بمساعده السوفت وير الافضل حاليا وهو الماجيك او اس 8 مع اندرويد 14. عاملين تجربه متكامله جدا جدا. وما تنساش وانت معدي اللايك والاشتراك وزر الجرس، واي كلمه حلوه تشجعني استمر. بشكرك جدا انك وصلت لحد هنا. كفايه كده ويلا نشوف الكاميرات. 3 كاميرات الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، بتطلع صور محترمه جدا بتفاصيل واضحه، الوان مظبوطه، وتقدر تعدل الالوان بفلاتر موجوده في الكاميرا. نايت مود هنا محترم جدا، وقادر يحلل الضوء كويس ويوضح العناصر والتفاصيل ووضوح عالي جدا. في فرق واضح بين الكاميرا العاديه والنايت مود، لما تشغله وركز في تفاصيل الضوء هتشوف الفرق بنفسك. الكاميرا الثانيه 50 ميجا بكسل زوم مع 2.5 اكس اوبتيكال، في وجود مثبت بصري بتطلع تفاصيل حلوه للمباني بادق التفاصيل، مع عزل محترم
محترم جدا، بيطلع تفاصيل مظبوطه للجسم والشعر بادق التفاصيل، وتقدر تعمل عزل بالاساسيه او بالزوم. ولو انت من محبين الابيض والاسود افلام صور الكاميرات القديمه، ففي ميزه مهمه هنا جدا اسمها هاردكورت، بتدير تعديلات كتيره في الصور وتقدر تخلي الصوره ابيض واسود زي الممثلين زمان. جميل الحركه دي وتحترم جدا من اونر. في نايت مود جميله جدا، وواضح فرق بين كاميرا الزوم العاديه والنايت مود في تحليل الضوء. اما الكاميرا الاخيره فهي 12 ميجا بكسل الترا وايد، بتطلع صور مقبوله وواضحه وتقدر تعتمد عليها. ولو هتصور فيديو فهو جميل، هنا بيصور 4K 30 فريم حلو، الوانه مظبوطه، بيحلل الضوء والعناصر حلو، موضح التفاصيل والثابت في الحركه كويس. النايت مود افضل كتير من الرينو 12 برو اللي اتكلمت عنه قبل كده، هتلاقوا الفيديو ظهر في الاي هنا او هنا، لكن الوانه مظبوطه مع اضاءه شديده شويه مش زي الصور. اما السيلفي جميله مع كاميرا 50 ميجا بكسل وكاميرا 2 ميجا للعمق، بيطلعوا تفاصيل الشعر واضحه ومظبوطه حتى في الضوء الواطي، بيكون حلو وبتعمل عزل كويس جدا حوالين الوش والجسم. اوعى تنسى انه بيصور فيديو 4K 30 فريم حلو، مفيش كلام، تفاصيل الشعر والوش واضحه في الصبح، ولو هتفكر تصور بالليل فبرضه كويس جدا معاك. سيبك من كل ده ونشوف البطاريه تستاهل والكويسه ولا لا. بطارية يعتمد عليها في الاستخدام اليومي والشغل، بتستمر حوالي 10 ساعات حسب الاختبارات. هي 5200 ملي امبير، فرق 200 ملي امبير بس عن الجيل القديم، مع شاحن 100 واط وبتشحن في متوسط 45 دقيقة، مش محتاج اكتر من كده. في المجمل الرامات ومساحة التخزين هيعملوا فرق. بينزل برام 12 و16 باعلى تردد حاليا 4200 ميجا هرتز، 3 مساحات تخزين 256 و512 و1 تيرا من نوع UFS 4، ومفيش كارت ميموري هنا، المساحه تكفي معاك وزياده. كفايه كده وتعالوا نجيب الخلاصه ونشوف يستاهل ولا لا. باختصارا عجبني الوان الكاميرات والتفاصيل والعزل مع ميزه هاردكورت، تصوير الفيديو بالكاميرا الخلفيه والسيلفي، سطوع اعلى. في ميزه انا ما قلتهاش هقولها كمان شويه، ميزات السوفت وير الجميل، تصميم الظهر مع اللون الازرق جميل، لكن ما عجبنيش ان الفريم بلاستيك. الشاشه ما فيهاش اي جديد غير السطوع، حراره بتزيد جدا في اللعب وبينزل الفريمات خصوصا في ببجي. ما قدمش اي ميزه عن الجيل القديم غير كاميرا افضل، سطوع اعلى، سوفت وير افضل، سعره عالي لو قارنته مع منافسين بنفس البروسيسور زي البوكو الاف 6 والريلمي جي تي نيو 6. عارفين طبعا فرق السعر الكبير بينهم. عايز اقول ان الموبايل ده حلو جدا لحد بيحب التصوير وعايز تصميم حلو وسوفت وير سلس، وفي ميزات كتير، لكن مش الافضل في الالعاب ومش هيقدم معاك. والمفروض ان في نظام تبريد، لكن حرارته بتزيد وبتوصل 45 درجه، فده كتير. يعني لو ما فيهوش نظام تبريد تقدر تستخدمه كدفايه في الشتاء. برضه مشكله نزول الفريمات مش حلوه وانت بتلعب، هتزعلك. فتقييم الشخصي مش مناسب في الالعاب. لو عايز عدد فريمات عالي عندك البوكو الاف 6 والاف 6 برو والريلمي جي تي 6، وفي اقل منهم كمان لو عايز اكتب لي في الكومنتات. الغريب بقى من كل ده ان محدش سالني على الميزه، وتقريبا كده نسيتوا الميزه اصلا. فالميزه هنا انه بيدعم مقاومه ميه معيار IP 65 للنسخه العالميه وIP 55 للنسخه الصيني، اخيرا تفوقنا عليهم. سعر البطل ده لاقل نسخه 12 مع 256 جيجا 469 دولار في الصين، يعني ممكن يوصل لك بدايه من 500 دولار وانت طالع. وفي مصر اخر سعر شفته ليه كان 31000 جنيه، فبالسعر ده في منافسين اقوى واكتر تكامل منه. وما تنساش اكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده، ولايك واشتراك والحاجات دي، وادعي لي القناه تكبر عشان ابتدي اوزع هدايا ومسابقات ولايفات في شغل جامد هيتعمل ان شاء الله قريب. ما تنساش تنورنا على الاربع منصات، الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام، التيك توك، عشان نكون اسره مع بعضينا ونكبر اكتر واكتر باذن الله. دمتم بافضل حال. سلام.